بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أتكلم عن بعض الموروث الشعبي لقبيلة الرشايدة قديما. شخصيتنا اليوم هو رجل كان يملك شخصية غير عادية، كاريزما قوية، وكان يشتهر في حل المشاكل بين الناس، وكان يشتهر في فعل الأعمال الخيرية، وكان يشتهر أيضا في الكرم في بيته. كان في بيته في حي الزبارة في حائل قديما بمثابة الشقق المفروشة، يعني كان بيته يفد إليه الناس جماعات وليس أفراد، حتى بعضهم يجلس في داوي 3 أشهر يراجع المستشفى حتى يتعافى ويرحل. هذا الشخص ووفاء لهذا الشخص وإحياء لذكراه الطيبة، شخصيتنا اليوم هو زيد بن مرزوق المضيبري رحمه الله رحمة واسعة. اشتهر هذا الرجل انه احد اشهر رجال واخوياء الامير عبد العزيز بن مساعد امير حائل انذاك، وذلك في بداية توحيد المملكة العربية السعودية. اشتهر هذا الرجل في ضبط الامن في شمال المملكة العربية السعودية، وكان قيادي من الدرجة الاولى، وكان هو رجل المهمات الصعبة عندما يرسله الامير عبد العزيز هو وغيره من الناس. وكان له لقب راعي الشعلة، والشعلة ناقته هذه من الأصائل أهداها له الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير حائل. وكان هو يرأس الجماعات اللي هي عاملة الزكاة على الجيش قبل حلول السيارات مقام الإبل. ومن الطرف أن كان يأخذون الزكاة على تبوك، على حرة عويرض، على القريات، على الجوف. وفي يوم من الأيام بداية الستينيات الهجرية، يعني 1360 61 62 تقريبا، كان على الجيش ليأخذ الزكاة من أهالي البادية حول حرة عويرض. لما جاء الظهيرة وهم على الجيش نفذ الماء، خلص الماء، كانوا في الصيف حر. ولما وصلوا عويرض وحل المساء اشتد عليهم الأمر، فلما جو في جبال عويرض المخيفة بالليل اجتمع عليهم أمران: شدة العطش، ولا يسمعون إلا عواء الذئاب والسباع لها صوت في الجبال، والرجال سكرت حلوقهم، لا يكاد الواحد يتكلم بس بالإشارة ماذا يعمل. خاصة والمشكلة كان معهم صبي من أهالي حائل اسمه سعد العرفج، كان شاب يافع خلاص أوشك على الموت في حالة إغماء. وخافت بعضهم يعني نشيط شوي، خافوا، قال البير وين؟ قالوا على مسافة 10 كيلو تقريبا، والبير كود ينزل لها الواحد، وفي الليل تجتمع الحيات والعقارب علشان الماء. قال زيد أنا لها في شجاعتها الخيرية والأدبية رحمه الله رحمة واسعة، حتى ينقذ هذه الأنفس وينقذ نفسه. فراح وكلها سويعات، نزل في هذا الظلام وهو تعبان منهك لا يكاد يرى شيء، وضحى بنفسه وعاد وأسقى القوم وأحيا الأنفس التي واجهت الموت. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحد الشعراء يمدح وفاء لهذا الرجل العظيم وثناء عليه هو الشاعر جمعان بن ميس المضيبري، حيث قال في زيد: يا ليت زيد يجي لنا 10 أجسام، لغاب الجسم الآخر بديله. زيد على طول الليالي والأيام ما يغلق الأبواب على من يجيله، واللي دخلت البيت ترتاح الأقدام، تلقى الدلال اللي ما يسرب حميله. واللي أنا خيت الزيد تلقاه جزام، يدرك مرامك زيد بيا وسيله. ما هو الرفيق اللي لا قلت له نام، يربض مثل ربض الخزز بالخميلة. توفي رحمه الله عام 1425 هجري عن عمر ناهز 85 عاما، ودمتم